ما تيجوا يلا اما نشوف الحلاوة دي احنا عملناها ازاي. يلا بينا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونقول ازيكم عاملين ايه، يا رب تكونوا بخير في كل مكان، سواء كانوا موجودين هنا او موجودين في اي مكان. بحبكم كتير في الله. تعالوا نشوف الشربات. شربات يا ولاد والله، بصوا شربات. عملنا الحلاوة والجمال، حاجة كده تقوي العظم وتقوي النظر. خمنوا بقى انتوا هي ايه. حاجة كده حلوة جدا جدا للقلب والنظر والعظم وكل امراض الدنيا. ده اختراع 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 اختراع. جربوه هيعجبكم قوي قوي قوي. بصوا الجمال، شايفين؟ حلو قوي يا بنات، جربوها هيعجبكم. الله على الجمال. يلا بينا علشان نخش على الفيديو بتاعنا. بس قبل ما نروح على الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. انزلي تحت حطي لي لايك قبل ما نبتدي الفيديو ويا ريت تشيروا فيديو ليا علشان نكبر بيكم ومعاكم. يلا بينا صلوا على الرسول، نخش على اول وصفه وهقول لكم ايه الدنيا دلوقتي. يلا بينا. جبت بقى البرتقانتين الحلوين دول، هنبتدي ان انا اعصرهم. انا مش عايزه اضربهم في الخلاط لاني انا عايزه الميه بس، التفل انا مش عاوزاه. هبتدي بقى اعصر كده. طبعا كلنا عندنا العصاره ديت، ولو مش موجوده ممكن نعمل على، نجيب الكوبايه ونقلبها كده ونعمل على ارضيه الكوبايه بالشكل ده كده. طبعا البرتقال كلكم عارفين ان هو فيتامين سي، حاجه مغذيه جدا جدا وحلوه طبعا. وكلكم عارفين ان يعني البرتقال ده حاجه حلوه للبرد، بتقوي كده المناعه، فيتامين سي زي ما انتم عارفين. هنعصرهم بقى كويس قوي. وكده انا عصرت البرتقانتين بتوعي، وطبعا الحركه المعتاده، فاكرين الحركه دي زمان كنا نعصر البرتقال ونضغط كده عشان ما ندهولش لا معلقه ولا نحط ايدينا لحد ما ننزل كل السوائل اللي في البرتقانايه، ويدوبك بس يطلع لنا التفل. وكده انا عصرت البرتقان بتاعي. طبعا لو عندك اكتر اعملي، بس بصراحه كانوا هما دول البرتقانتين اللي متفضلين عندنا. يلا بينا نخش على الخطوه اللي بعد كده. نضفت العصاره بتاعتي وهرجع اربطها تاني. وبعد كده جبت ليمونيه، عندك بقى ليمون اخضر ليمون اصفر. الليمونيه دي حجمها كبير، ممكن تحطي ليمونتين 3 لو هي صغيره. كذلك هنعصرهم برضو، بصوا بالشكل ده كده. يبقى برتقانتين هنعصر عليهم ليمونيه. ولو انت حابه بقى الكميه اللي تريحك اعمليها. ولو انت وصلتي معايا لحد كده، صلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام واكتبي لي دعوه حلوه من القلب. طبعا كلكم عارفين كذلك فوائد الليمون. كلنا لما بيكون عندنا دور برد بنعصر ليمون كده، وبنعمل ميه بليمون او بنغلي الليمونيه. طبعا بعصر قوي كده بحيث اخد كذلك كل الميه اللي في الليمونه بالشكل ده كده. يلا بينا نخش على الخطوه رقم 3. جبت بقى جزرتين معايا كده، يعني طبعا دي جزرية ونص بس كبيرة شوية. الجزر هنا حجمه عافي حبتين، غسلتها طبعا وقشرتها. وجبت المبشرة بتاعتي وهبتدي بقى ان انا هبشر الجزر علشان يبقى سهل معايا وانا بعمل العصير بتاعها. هبتدي بقى كده ان انا ابشره لحد ما اخلص كل كمية الجزر اللي موجودة معايا. بصوا بيبقى ناعم ازاي بالشكل ده. تعالوا يلا بينا نكمل كل الكمية. انا عندك المبشرة، بصوا انا بس عايزة اوريكم الجزر قد ايه مبشور وناعم معانا. زي ما انتوا عارفين طبعا الجزر بيقوي النظر وبيقوي حاجات كتير في الجسم، بيقوي العظم وكده. فلازم الحاجات دي لو استعملتيها احسن من اي عصاير، واحسن من اي عصاير فيها مواد حافظه. استنوا انا بس شطفتها كده معايا.
معايا بقى زي ما انتوا شايفين واحدتين من البنجر. وطبعا انتوا عارفين بقى السوريين والفلسطينيين ما بيقولوش عليه بنجر، بيقولوا عليه شمندر. البنجر مغذي جدا جدا للقلب، ومغذي جدا لفقر الدم، مغذي جدا للي عندهم انيميا حاده. انيميا حاده يعني طبعا عارفين انها فقر دم وكده. عندك اي نقص في جسمك، العصير ده يعني هيداوي اي تعب واي حاجه عندك. جربوه. ولو مش هتبقوا حابينه عصير، قطعوا زي ما انا بقول لكم كده الفاكهه وكلوها زي فاكهه ولا حاجه، سلطه فاكهه مثلا. بس زي ما قلت لكم العصير ده حلو قوي قوي. احنا عارفين ان البنجر ده للمخللات بس. كانت امي الله يرحمها بيحطوه على اللفت عشان يحمر اللفت. ده كان اخر معلوماتنا لحد فتره قريبه بس كده، يعني قريب مش من زمان، مش من صغري. لما عرفنا بقى ان هو بيخش في السلطات وبيتعمل بيه عصير، كنت بعمله لياسر اخويا الله يرحمه. الدكتور كان قايل له عليه، بس كنا بنحط له عليه واحدتين كده فراوله علشان يظبطوا الطعم بتاعه. حلو قوي برضو للناس اللي عندها امراض الكلى. حلو قوي قوي البنجر ليهم، جميل ومفيد. ما تكسلوش ومشترك يلا كده ايه جزرتين على بنجرتين. عندك برتقانتين كده قدام زينا ما عملت ليمونيه، وهيبقى معاكي احلى واجمل عصير. لما نشيل الجزء ده كده، تعالوا يلا بينا بقى عشان نبشرهم. نسيت اقول لكم ان القشر ده ممكن تستعملوه. بصوا بيخلوا لون الايد عامله ازاي، حلوه قوي قوي قوي. بصوا يعني انتي بتقشري اصلا خلي كده بصوا شايفين الفرق، حلوه قوي قوي. يعني ممكن تعينوهم وتعملوا منهم كده ايديكم، تحطوا منهم على وشكم عادي يعني. اهو تنت ده ولا مش تنت؟ تنت طبيعي يا بنات اهو. جربوها يعجبكم. يلا بينا علشان نبشرهم وما نضيعش الوقت بتاعنا. هبشر كده. بصوا عايزه بس اوريكم شكله وقت المبشر. طبعا انا فرشه الفوطه علشان كده. ادي كميه البنجر. بصوا عشان بس تعرفوا ده بقى كفيل يخلي الجسم، تخيلوا بقى ده لما هيتشرب الجسم هيبقى عامل ازاي، وحاجه كمان طبيعيه مش صناعيه. يلا بينا علشان نشوف هنعمل ايه بعد اللي انا عملته ده. جبت شفشق الخلاط بتاعي وهنزل طبعا فيه كده بالجزر. الجزر بيقوي النظر زي ما احنا اتفقنا، تمام. وتعالوا يلا بينا علشان ننزل كمان بالبنجر او الشمندر زي السوريين مقيله او زي الفلسطينيين مقيله بالشكل ده كده، تمام. شايفين لون الايد؟ تعالوا يلا بينا علشان ننزل كمان بعصير البرتقال على الليمونه اللي احنا عصرناها عليها كمان. هناخد بقى كل الكلام ده وعلى طول وهنروح على الخلاط بتاعنا. ويلا بينا. تعالوا يلا بينا نحط لهم الميه شويه بشويه كده، بحيث تسهل عمليه الضرب معانا. بصوا طبعا كنت بس حابه احط الميه كده قدامكم من فوق، اما عايزه اعرفكم ان في ناس بيحبوا يشربوا كده بدون اي ميه، بدون اي سوائل معاه. مفيش اي مشكله لو حبيت اخفه كمان بشويه ميه. ولو عندك فراولتين او حاجه حطيهم، بيخلوا الطعم برضو جميل. يلا بينا يلا بينا نصلي على الرسول ونكمل الباقي. هتحليه بسكر حليه، عاوزه تحليه بعسل نحل زي انا هعمل دلوقتي علشان يبقى صحي اكتر. الوصفه دي يا جماعه كل الدكاتره بينصحوا بيها.
حلوه قوي قوي للعظم. انا واحده من اصحابي وكمان الدكتوره قالت لي كلي بنجر كتير، فانا قلت اعمل الوصفه دي كده وتبقى صحيه وتبقى عشان اقدر ان انا، لاني مش عارفه اكل البنجر، فانا لو عملته بالطريقه دي هيكون حلو وافضل. بقى الفقره اللي بعد كده هنجيب مصفى واي بوله عندك او اي شفشه اي حاجه، وهنبتدي كده ان احنا نصفي العصير بتاعنا. بصوا اللون، بصوا الجمال، هي دي الحلاوه وهي دي الجمال، وهو ده الحاجه المفيده اللي احنا هنعملها النهارده. وكده انا التفل هعينه على جنب لحد ما اشوف له ليه وصفه ولا هنرميه. تعالوا بقى نشوف يلا العصير بتاعنا الجميل ده. بصوا بصوا كده، استنى، بصوا حاجه كده جميله بجد، شايفين؟ بصوا الجمال والحلاوه. بصوا، تعالوا يلا بينا نفضيه في الشفشق بتاعنا عشان ما نبهدلش الدنيا. الله الله على الجمال، الله على الجمال وعلى الحلاوه. تعالوا يلا بقى بينا ندوق بعد ما خلصنا الفيديو بتاعنا. بصوا بعمل لكم المقدمه والمؤخره مع بعض، شغل بقى مونتاج وكده. يلا بينا ندوق الاختراع، او ممكن نسميه سحر، سحر الابدان، سحر بقى اي حاجه سموه زي ما تسموه. حلوه قوي قوي قوي، بس كل اللي هو عايزه يسقع، يسقع بس شويه مش اكتر. حاجه جميله. قوموا يلا جربوها لاولادكم عشان البرد وعشان نزلات البرد، واحنا كده كده في الشتاء ووجع العظم والبرد والرشح وكل حاجه في الدنيا. يلا بينا انزلوا اضغطوا على لايك. اشوفكم على خير، مع السلامه ودمتم بخير، مع السلامه.